واحد بيقول لو سمحت يا سيدنا جاوبنا على السؤال: ما مدى مصداقية الإشاعات اللي بتقول بخصوص الفتاة بين قوسين المدام التي خطفت في تاكس؟ هل هذا الكلام صحيح؟ الأهالي قلقانة جدا على الفتيات. طمن قلوبنا يا سيدنا، هل الاختطاف صحيح أم اتجهت اتجاهات أخرى؟ ما كانش المفروض أقرأ الورقة دي، لكن أنا قريتها بس عشان أجاوب على حاجة معينة. أنا كلامي ما بيتغيرش، كلامي ما بيتغيرش. دوروا في التسجيلات هتلاقوا كلامي. أنا دي لي 25 سنة، إحنا السنة دي اليوبيل الفضي، فدي لي 25 سنة، يعني بعد شهرين يبقى 25 سنة. ما شفتش حد اتخطف، ما شفتش حد اتخطف، وقلت بدل المرة مرارا وتكرارا ما شفتش حد اتخطف. أما الحالة دي لسه، أنا الكلام لسه امبارح ولا أول امبارح، لسه ندرسها ونشوف وكده. هل الكلام ده هيبقى ممكن يحصل حاجة تغييرها؟ مش عارف يعني ملاش دعوة بالحادثة دي يعني. لكن أنا بأثبت كلامي اللي قلته، أديلي 25 سنة ما حدش اتخطف. وقلت قبل كده إن اللي بيتخطف هو المخ والعقل والفكر، هو ده اللي بيتخطف، لكن الجسد ما بيتخطفش. الفكر يتخطف، فلما الفكر يتخطف يبقى الجسد يمشي ورا الفكر المختطف. ده دي لي 25 سنة بقول وما زلت. أما الحالة دي سيبونا ندرسها بقى، نشوف ايه الحكاية ونرد عليه. ويعني صلوا بقى، نصلي، هو ده دورنا ان احنا نصلي، ده أهم حاجة.